عارفين لما حد يقول لكم اقرا بين السطور؟ الكرتون اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه Between the Lines. بس اللاينز اللي عندنا هنا هم اسود بجد، لكن هم قصدهم اصلا انه تعالوا نشوف القصه بتقول ايه جوه المعنى. الكرتون اللي هقول لكم عليه النهارده مش بس ولادي بيحبوه، ده انا شخصيا بحبه جدا. ليه بقى؟ عشان بياخدنا في مغامره مع عيله من الاسود قاعدين جوه مكتبه، فكل مره بيدخلونا معاهم في الكتاب، والكتاب بيتفتح وبيتكتب قدامنا كل حرف منه وكل كلمه، وده طبعا بيساعد الولاد جدا جدا في ان هم يقروا ويعرفوا الحروف، وبالتالي يعرفوا السبيلنج من غير اي معاناه في الحفظ. الميزه كمان في العيله دي ان الولد والبنت او اللاينز يعني ولادهم الصغيرين بيحبوا دايما تو اكسبلور، وبيحبوا يستكشفوا كده ويسالوا كتير، وده طبعا حاجه كويسه جدا او طريقه لطيفه قوي ان احنا نعرف ولادنا انه عشان يعرفوا اي حاجه المفروض ان احنا نروح المكتبه، او دلوقتي طبعا نقدر نستخدم جوجل. يعني المهم ان احنا ندور على المعلومه. كل حلقه بنعرف معلومه جديده، يعني مره حاجات عن الساينس، ومره حاجات عن القصص العالميه، ومره حاجات عن الفاولز والنوت والساوندز بتاعه الحروف. يعني الحلقه بصراحه بتبقى متنوعه جدا جدا ومليانه حاجات حلوه قوي الولاد هيتعلموها باسهل طريقه، ومليانه كمان عاملينها في ميوزك لطيفه كده، والولاد فعلا بيتعلقوا بالكاركترز دي. الفكره كمان ان هو كل مره بيتكلم عن قصه عالميه، وانا بحب قوي الحاجات اللي بتعلمهم دايما عن الثقافات المختلفه والقصص العالميه، ولان كل واحده فيهم دايما بيبقى فيها موضوع، بيبقى فيها قيمه، وبيبقى فيها حاجه كويسه بيتعلموها الولاد بالاندايركت واي وبالقصص. ومفيش اصلا احلى من التعليم بالحكايات والقصص. لو عايزين تعرفوا كرتونز حلوه جدا ومفيده جدا وهتفرق جدا مع ولادكم، تابعونا في كرتونز ولكن.